لو أنت تانكك 50 لتر فأنت التفويلة ال95 بتقف عليك بحوالي 850 جنيه، وهنقول إنك بتفوّل كل 5 أيام، فأنت كل شهر بتفوّل بحوالي 5000 جنيه، فأنا هاقول لك حاجات أنت بتعملها غالبًا بتزوّد استهلاك البنزين بتاعك، وأنت أصلًا قحط ومش ناقص. أول حاجة هي دوسات البنزين الغشيمة اللي بتقعد تعملها كده كل حين وآخر، بالذات بقى لمّا تبقى في إشارة كده وأول ما الإشارة تيجي على الأخضر تقوم كابس البنزين للآخر، قال يعني هترجع لورا بالكرسي راكب فيراري. تلات أرباع العربيات في مصر طلعتها من الصفر عاملة زي طلعة الأسانسير، بطيئة، 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 فهي لازمتها البنزين الزيادة. لمّا إن شاء الله ربنا يكرمك وتجيب عربية BMW ومرسيدس مشطشطة، ابقى اعمل الكلام ده كله براحتك، عشان لو جبتهم فأنت أكيد مش فارق معاك الفلوس. تاني حاجة لمّا تكون مستني بقى الجماعة بتاعتك، خطيبتك، صاحبتك، مراتك، أو أيًا كان أنت وضميرك تحت البيت ولو اتعاقبت نُص ساعة، ساعة، يبقى عيب في العربية، ما تسيبهاش دايرة يا ريت، ما أنت المفروض اتعودت إنك كده هتتلطع، فاعمل حاجة مفيدة بقى، اقعد لك على قهوة، كلم حد، اتصرف. وأنا هنا اتعمدت أقول لك صاحبتك أو خطيبتك أو مراتك، عشان لو كان واحد صاحبك ما أنت كنت سِبته من أول 5 دقايق يا عِرّة. تالت حاجة هي ضغط الهوا بتاع الكاوتش، اتأكد إن ضغط الهوا مضبوط، عشان لو مش مضبوط العربية بتعمل مجهود أكبر عشان تتحرك، فاستهلاك البنزين بيزيد. رابع حاجة هي الوزن، أنت راكب عربية مش عربية نُص نقل، كل ما الوزن اللي في العربية يزيد كل ما استهلاك البنزين بيعلى، فأي واحد صاحبك فوق ال120 كيلو كده اقطع علاقتك بيه مؤقتًا، إلا طبعًا لو مريض ليس على المريض حرج، إنما لو واحد صاحبك عادي قُل له خِس. وآخر حاجة لو عربيتك مش مطلوب إنك تحط لها 95 أو مش تربو، مش لازم تحط 95، حط 2 وخلاص، كده البنزين عِرّة في مصر سواء ده أو ده، فلو مش لازم حط 92. وسؤال الفيديو، أنا مصوّر الفيديو ده يوم 1/7/2025 ولتر البنزين النهارده ال95 ب17 جنيه، تتوقع سنة من النهارده هيبقى لتر بنزين ال95 بكام؟ وما تنساش تعمل follow أو subscribe.